يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. وقت اللي يدخل عليكم هذا لا فيديو نرحب بكم كامل كما راكم. مشتركات جدد نقول لكم مرحبا بكم خياتي، نورتوني وشرفتوني. مشتركات جدد كما دائما نقول لكم انتم اغلى واعز خيات على قلبي. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. عودة ميمونة لوليداتنا المقاعد الدراسة. نقول لكم كامل دخول مدرسي موفق إن شاء الله بربي لوليداتي ووليداتكم أجمعين. إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم ويجعل هذا العام الدراسي عام ما شاء الله يفوت بالخير والربح على وليداتي وعلى وليداتكم إن شاء الله يا ربي. اول حاجه نوصيكم عليها خياتي هي بالكو ابتعدوا على التوتر. تاع كرهنا واوف اي جات الدخله وذوك يصرى فينا. لا حبيباتي، تاكدوا باللي كل ما توترتوا قدام وليداتكم على جال الدخله ولا على جال الدخول المدرسي، حتى هما راح يدخلوا بطاقه سلبيه، راح يدخلوا بروح سلبيه. وهنايا تاكدوا باللي شغل راح يتعبوكم في القرايه وما راحش يجيبوكم بالك نتائج مليحه. تما دائما بالعكس قولوا الحمد لله جا الدخول المدرسي، هكا راح نتهناو من ذاك الخمول تاع العطله ومن ذاك الكسل ومن ذاك الروتينات اللي كرهنا منها في العطله. باسكو صح انا واحده من الناس نحب بزاف القرايه، باسكو الانسان المراه تكون فيها منظمه، الام تكون فيها منظمه، وحتى وليداتنا يكونوا فيها منظمين، ويكون عندك شغل بروغرام نتمشاو عليه. تما سيو كيفاش ماشي سيو لازم تبعدوا على هذاك التوتر وتاع اوف والقرايه وذاك نولوا نروحوا ونجو ذاك نديروا ذاك نعملوا. هذه هي خياتي، مادام الام تزوجت ودارت وليدات ولازم عليها تحمل مسؤوليتها كما كانت. ماشي الانسان يجيب الوليدات غير هكاك، ماشي نجيبوهم ونقيسوهم للشارع، لا ولدناهم نتحملوا مسؤوليتهم بالسيف علينا. سمعتوا خياتي؟ قلت لكم اول حاجه اللي تبتعدوا عليها واللي هي التوتر. ما كاش اوف جات الدخله، لا. المهم انا هنا جيت نوري لكم المشتريات تاعي اللي كيما المره اللي فاتت قلت لكم بلي خرجت شريت اللي شريتهم لوليداتي. شفت الملحق حاجات بسيطه، حاجات عاديه، المهم يدخلوا بحاجه جديده. هنا هذا السروال تاع وليدي اللي شريته له بالنسبه اللي سقساوني على الحانوت وين جاي اللي شريت منه لوليداتي خياتي اللي يسكنوا هنا في بليده، جاي مقابل فاميلي شوب بجانب حدا الحانوت تاع ولا المغازا تاع مينيمون. الحانوت هذا ولا المغازا اللي شريت منها واسمها يونيفرسال شوبينغ هكا يسموه. راهي كاينه الباجا تاعو، دخلوا الفيسبوك ديروا الباجا تاعو ذاك خرج لكم يونيفرسال شوبينغ. قلت لكم هذا السروال بزاف شباب اللي شريتو لوليدي، شريتو له 120,000. لا كاليتي تاعو بزاف شابه سواء من برا ولا من الداخل. هايل. تحبي ديروا له السبته، تحبي ديروا له تزيري له لاستيك تاعو من الداخل. كاين الوليدات اللي ما يحبوش يديروا السبته ولا الام ما تبغيش دير السبته لوليدها، دير له غير سيرتو وليدات اللي يكونوا صغار تحضيري وسنه اولى اعزكم الله على جل مرحاض، لاستيك من الداخل تزيريه له وخلاص. شريت له هذا الشويميز ثاني لا مارك تاعها لا ماتيغ تاعها ولا لا كاليتي بزاف شابه، لا مارك زارا شريتها له 120,000. شوفوا هايله بزاف. السروال شريتو 120 والشوميز شريتها 120,000. تما حاجات قلت لكم شابه وفي متناول الجميع، ما من الانسان المتوسط ولا اللي عنده الدخل تاعو متوسط يقدر يشريها. شريت هذا السروال البنتي شريتو لها 190 ولا 192,000 الله اعلم، ليسونسيال هكا 190,000 نورمالمون. سروال بزاف شباب، جاي الاستيكي، الكتان تاعو جاي يتكسل مليح، خاصه البنت اللي تكون جايبه روحها، جاي في السامبل مليح. انا ما نبغيش هذوك السراويل المقطعين وهذوك اللي فيهم بزاف حفايس، نبغي نلبس وليداتي حاجه سامبل، ما نبغيش نلبسهم كيما راهم يلبسوا دوكا ولا لا مود تاع دروك. الحاجه اللي تعجبني انا نلبسها لوليداتي اللي تكون نورمال. شريت له هذا التريكو ثانيك بزاف شباب وجاي حنين وجاي الكتان تاعو هايل. شريت لها هذا التريكاوت، شريت لها منهم زوج، شريت لها واحد في القري وواحد في النوار، غير الديسان تاعهم بدل. شريت لها 80,000.
جاي المونش تاعو ماشي جاي طويل، جاي 3 كار، وعجبني من القدام جاي قصير، ومن اللور جاي شويه طويل، تسمى يستر لها هكا من اللور مليح. هذا هو ثانيك النوع الزاوج، شيتو ملها غير 80,000. ثانيك غير ديسان بدل في الوسط، المونش تاعو قلت لكم 3 كار، من اللور جاي شويه طويل، ومن القدام جاي قصير، من اللور يغطي لها شويه، ما شاء الله. وما الكاليتي تاعهم بزاف شابه، وجايين حنان كي يلبسوهم ما يقلقوهمش. هذا واش كنت معوله نشري لها سروال وزوج شريكوات الحق. ومن بعد هي عجبتها هذا الروبا تاع لا مارك زاغا ثانيك، وما كانتش غاليه بزاف. جاي تريكو تاعها بزاف شباب، ومام لا غوب شابه. كانت رخيصه، شيتها لها 150,000، 150 ولا 160 الله اعلم، ليسونسيال ما تفوتش 160. شيت لها هذو اعزكم الله راكم عارفين، ثاني هكا شفتم لها زيادات بدل بيناتهم. وشيت لهم طابليات، شيت لوليدي هذا الطابليه عنده ديجا طابليه ومازالت جديده تاعو تاع العام اللي فات، زدت شيت له وحده اخرى شيتها له ب60,000، كاين من 50,000 وطلع. انا شيتها له 60,000. شيت لبنتي هذه ثانيك وحده اخرى زياده، شيتها لها ب60,000. شيت لها 10 سنين، هي 8 سنين بصح شيت لها 10 سنين هكا باش تكون وافيه عليها وتجيها مستوره ما تجيهاش مزيره. راكم عارفين البنات لازم لبسوهم دائما المستور، ونعلموهم على المستور وعلى الحياه. راكم عارفين الوقت اللي رانا فيه والوقت اللي وصلنا له كيفاش راهو داير. هنايا نروح للادوات اللي شيتهم لهم. شيت لهم هذا الكراطيب. حقيقه انا الكراطيب ما عجبونيش فيه زوج، غير ولادي حصلوا فيهم. البنتي كنت حابه نشري لها حاجه سامبل، بصح هي عجبها هذا. قلت معليش كي شتا حصلت فيه شريت لها هي، شريت لها كان 260 خلاه لي 230,000. وليدي هذا انا كان عجبني واحد اخر ما حبش يديه، كان 200,000 هو عجبو هذا 150,000. كي شتو حصل فيه وبكى عليه ما حبيتش نخليها في خاطره، قلت معليش نشريه، هو يحب بانتان بزاف شريته له. ما فيش لاطخوس، وبنتي لا هذا فيه لاطخوس تاعو بصح مليح جاي متين وكامل، ماشي اللي عجبني حقيقه، ماشي اللي يتقطع بالخوف. غاليين بزاف بزاف الدوزان والكراطيب، انا شريت على قدي. شيت له هذيك لا تخص ثانيك غير واقيل ب10,000 ولا مش عارف. كان واحد الحانوت هنا في بليده، اللي يعرفوا هنايا بليده راه جاي فيه ولادي يعيش في سوق النور، هو يبيع الماعن وجاب الادوات، يبيع الادوات بزاف رخاص ما شاء الله. ان شاء الله في ميزان حسناته، باسكو الانسان اللي يكون الدخل تاعو متوسط ولا الانسان الزوالي كيما يقول لك يشري وما يحيرش. الحمد لله يا ربي. الاقلام كاين تاع 1000 اقلام هذوك ستيلاوات وكامل، واقلام الرصاص غير ب1000 فراك. الغالي فيهم يدير 2000 واقيل ولا 2500 ولا 1500 الله اعلم. الكاي الثاني كاي تاع 64 دايرهم نورمالمون ب 6000. المسطره 1000 فراك، هذيك المساحه تاع اللوحه دايرها واقيل ب 1000 فراك ولا 1500. المبرات 1000 فراك. المهم كل شيء ما شاء الله. المهم دوك الحوايج تاع الاقلام وكامل ما كاش حاجه، والالوان وكاع ما كاش حاجه تفوت 10,000. المهم شيت لهم كاع واش كتب ربي سبحانه، شيت لهم حاجات عاديه والحمد لله. ان شاء الله برك ربي ينجحهم ويحفظهم ويسترهم لي. قلت لكم خياتي نوصيكم نتوما كأمهات اول حاجه ديروها هي انكم تكونوا منظمات ومرتبات بيوتكم. لازم كل ما كان البيت منظم ومرتب ونقي كل ما كنا احنا مرتاحين نفسيا، وعرفنا كيفاش نتعاملوا مع اولادنا في هذا الفتره، في هذا زعما كي راهم يقراو هكا. كل ما كان البيت ولا الدار كانت مروبله وكانت كلش مقلب، كل ما احنا كانت عندنا العصبيه وما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع اولادنا. اللي يجي قدامك تولي تضرب به باللي جات قدامك. حاجه واحده اخرى خياتي، بكروا البكره كل تخليكم تكملوا شغالاتكم بكري، تلتهوا بوليداتكم بعد الجمعه القرايه وتلتهوا حتى برواحكم. حاجه واحده اخرى ثانيك المداومه على التنظيم. المداومه في التنظيم لازم كل يوم تنقي حاجه هكا باش ماشي الحاجات كاع ما تجي لحق السمانه ولا شهر كلش يتراكم عليكم. والكراكي بنوصليكم الحاجه اللي ما تحقوهاش ارموا عليكم وخلوكم منها. حاجه واحده اخرى ثاني خياتي اللي هي بالنسبه لهذا في الدخول المدرسي، وليداتكم حبيباتي كي يجوا خارجين الصباح لازم تعطوهم هذاك الحضن، تبوسوهم تعنقوهم، تحصنوهم وتخلوهم يروحوا ولا تدوهم معاكم اذا نتوما تدوهم. دائما تقولوا لهم كلام ايجابي، افتخروا بهم، اعطوهم حاجات دائما شابين باش من في الكبر كي يجي وقت يفوت هذا الوقت ويكبروا يبقوا عاقلين على هذه الحاجات الشابين اللي يديروهم لهم. وكي يجي من المدرسه ثاني
هذيك لقيلو كيما يقول لك هكا بضحكه شابه وسقسي وليدي كيفاش جيت واش درت واش ما درتش. المهم هذه الحاجات كاع يساعدوا على يساعدوا باش تكون نفسيه الطفل مرتاحه. وبالنسبه للذراري اللي اول مره يدخلوا هيئوهم، ما تخوفوهمش خياتي، ماشي بالك المعلم يضربوك وبالك كذا وبالك كذا، لا لا، دائما علموا هيئوهم غير بشويه وحنوا عليهم غير بشويه، وما ما تكثروش عليهم ذيك العصبيه، وحتى ولو ما بغاوش يروحوا يقراو غير بشويه 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 حتى يولوا يروحوا ويوالفوكم. هذه هي خياتي النصائح المهمه اللي حبيت نعطيها لكم باذن الله تعالى. وراهم جايين فيديوهات بزاف شابين، راح نعطي لكم بزاف نصائح شابين سواء لكم انتم كأمهات ولا تخص اطفالنا. هذه انا يا وليداتي، انايا كنت ستفت لهم ادواتهم، ستفت للطفل، وبنتي انا كانت ستف للروحه. ومن بعد انايا رحت باش ندير وصفه تاع لي بانكيك بزاف شابه وبنينه بلا بيض، بلا بيض. ديروها وفرحوا بها وليداتكم، هكا توجدوها لهم، يدوها مع ياكلوا يتقهووا بها صباح ولا حشيه كي يجيو يدوها معاهم لمجه. المهم بزاف شابه وتجي خفيفه تهبل، تحسبوها درتوها بالبيض. يلا نشوفوا المقادير مع بعض خياتي. جبت الباتينه تاعي، حطيت فيها شويه تاع الملح، اكيد لازم الملح. ومن بعد رحت جبت كاس ونص تاع الحليب. هنا درت الكاس الاول الحليب يكون دافي، ونزيد الكاس نص الكاس، معناتها كاس ونص. زوج مغارف تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع السكر يكونوا معمرين، وربع مغارف تاع الزيت، ربع مغارف تاع الزيت. هنا خياتي انا ما كانش عندي لافاني، درت لاغوم تاع البنان. اذا كانت عندكم لافاني ديروا مغرف معمره مليح ولا مغرف ونص تاع لافاني. كان عندكم لاغوم ولا لا باتاغوم تاع القارص تاع البنان، اي حاجه عندكم. المهم انا درت تاع البنان باسكو قلت لكم ما كانش عندي لافاني. خلطوا مليح مليح، ومن بعد جيبوا الفرينه، كاس ونص تاع الفرينه، وجيبوا نص باكي تاع خماره الحلوى ولا مغرف صغيره، وتخلطوا مليح مليح. ومن بعد تخلوها تريح يا ربي 5 دقائق بيد ما توجدوا المقله تاعكم، ولا تخلوها تسخن شويه وتبداو طيبوا فيه. ساهل ماهل، ما فيه لا بيض لا والو. فرح بيه وليداتك. سواء كانت عندك شوكولا، الفرينه خياتي قلت لكم كاس ونص، كانت عندكم الشوكولا ديروا له، ما كانش عندكم غير بالمعجون ولا بشويه تاع عسل، وهما كلا وليداتكم وفرحوا. هنا جيبوا المقله تاعكم. انا المقله درت لها غير في المره الاولى برك، ماشي كل مره نديروا الزيت. درت شويه تاع الزيت، ومن بعد نبدا هكا نرفد بالمغرف كبيره ولا بالكابشه، كل واحد كيفاش يقولها، ونبدا نطيب فيه. منين ذاك انا نديرو صغير، وهذا المره لا بغيت نديرهم حبات متوسطين هكا باش بالخوف نكملوا. شوفوا خياتي كي ديروه يطيب، غير تبدا تتثقب بكم كيما هكا، اقلبوها على الوجه الثاني باش الوجه الثاني يجيكم حتى هو كيما الوجه الاول. دوك غير بشويه، ودوك نوريكم كيفاش. لو كان تخلوها حتى تنشف من الفوق وتثقب بزاف وتقلبوها، الوجه الزاوج ما يجيش شباب بزاف، يجيك شغل تحسبوه بغرير. بصح كي تخلوها غير تبدا بسم الله دير في الثقابي ومازالت خضراء من الفوق، اقلبوها هكا، اقلبوها. دوك تشوفوا الوجه كيفاش نوريكم، يجي بزاف شباب ويجي كيما الوجه الاول. شوفوا هنايا، شوفوا جاو الوجهين كيف. ودوك نوريكم واحده اخرى. انا كنت خليتها شويه حتى نشفت من الفوق باش تعمدت باش نخليها هكاك باش نوريها لكم. جات كي شغل للوجه الزاوج تاعها ما جاش شباب. دوك نوريها لكم خياتي. المهم في وقفه توجدوه، تقدروا توجدوا لاباط هذه في الليل، برك ما ديرولهاش خماره الكاطو، تخلوها في الفريجيدير. غدوه من ذاك الصباح كي تنوضوا تزيدوا لها غير خماره الكاطو، تخلوها تريح. شوفوا خياتي، شوفوا كيفاش جا داير. قلت لكم غدوم داك الصباح كي تنوضوا تجبدوا هذيك لاباط تاعكم، تكونوا غطيتوها اكيد. تزيدوا لها غير ديك الخماره تاع الكاطو ولا خماره الحلوى، تخلوها 5 دقائق بيد ما تطلعوا القهوه تاعكم وتبداو طيبوا فيهم. تعطوهم لوليداتكم سخونين يتقهووا بهم، وميم طون يدوهم معاهم لللمجه. جا بزاف شباب وجا خفيف 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 ما شاء الله. غير سيو خياتي وما راحش تندموا، فرحوا به وليداتكم. المره الجايه راح نعطيكم العبر تاع 2 كيسان تاع الحليب، سيرتو اللي يكون عندها 4 وليدات ولا ما شاء الله كاع ياكلوا ويشبعوه باذن الله تعالى. جا بزاف خفيف. قلت لكم انا غير كاس ونص كليت منه انا وكلاو منه وليداتي في 2 وتقهوينا به ما شاء الله. قطع لي زعما مليح. وانا هنا ما كانت عندي لا شيكولا لا حتى حاجه، درت له معجون. كانت هنا عندي شويه معجون تاع الكرموس، حطيت حبه ومن بعد ندير المعجون ومن بعد حبه والمعجون. المهم
هذا واش درت له خياتي، وهذو هما لي بانكيك جاو ما شاء الله. سيهم وردوا لي بالخبر في التعليقات. هذه هي لا فيديو تاع خياتي. ما تنساوش اذا عجبتكم خلوا لي تعليقاتكم المشجعه والمحفزه خياتي، وديروا لي جيم ما تنساوهاش. ربي يحفظكم. بارطاجيو لي هذا لا فيديو مع كامل الناس اللي تعرفهم، ومع السلامه الى فيديوهات اخرى ان شاء الله تعالى. شوفوا خياتي كيفاش جا ما شاء الله جاي شاهي. غير وليداتكم على بالي وليداتنا يحبوا بزاف حاجات كيما هكا. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.